ركز معايا شويه عشان الموضوع اللي انا هكلمك فيه ده كبير شويه. الاستاذ عمرو عبد المحسن الزملكاوي المعروف طالع بيقول لك ان احنا فلوس الابليكيشن بتاع نادي الزمالك بتاع التبرعات الحمد لله واللهم لك الحمد سددنا بيها قضيه. طيب، يطلع لي بعدها بيوم تاني الاستاذ احمد سالم الزملكاوي المعروف بيقول لي ان احنا الحمد لله اللهم لك الحمد من فلوس الابليكيشن دي سددنا بيهم قضيتين. طب هم قضيه ولا قضيتين؟ انا ما اعرفش. طب خلينا برضو احنا انتوا صادق واحنا بنستمع. يعني النهارده على موقع الاتحاد الدولي الفيفا بيقر ان لسه الزمالك عليه 18 قضيه. طب انا اصدقك انت يا فندم ولا اصدق عمرو عبد المحسن ولا اصدق احمد سالم ولا اصدق الموقع بتاع الفيفا نفسه؟ طب هي فلوس الناس بتاع الجمهور راحوا فين؟ راحوا فين فلوس التبرعات بتاعت الناس؟ انا ما اعرفش. طب انت جمهور الزمالك اللي صدقكوا وانت بتقول ان احنا سددنا بالابليكيشن قضيه، واللي صدق الاستاذ احمد سالم لما قال ان احنا سددنا قضيتين، والنهارده الاتحاد الدولي بيقول لك هم ما سددوش حاجه يا فندم لسه 18 قضيه. لسه جمهور الزمالك برضه بيصدق ان البحر الميت فيه سمك؟ يعني لسه جمهور الزمالك مصدق ان البحر الميت فيه سمك؟ قسما بالله العلي العظيم اصدق على جمهور الزمالك ان هو يصدق اي شيء.